عبد الرحمن جليل الأولى 24. اليوم راح أتكلم عن مكان أغلب ليوننا من برا يزورون هالمكان، ومكان معروف بالكويت ويعتبر إرث ثقافي لنا. شنو هالمكان وين هالمكان؟ الحين بقول لكم، تعالوا معي. طبعا بنتكلم عن سوق المباركية. كثير منكم يعرف سوق المباركية. سوق المباركية سوق وداخله أسواق، وأنا حاليا بسوق واجف اللي هو سوق الحريم. شنو يبيع سوق الحريم؟ يبيع الأشياء وأغراض الحريم والديرم وغيرها من الأشياء. أرد أقول زين عندنا وشين حوالينا. يلا تعال. طبعا رضت اني ادش وابيع هني، بس ما في دخل ادخلها، فراح راح اضطر انط واقط الغتره وابيع. فكل اغراض هني ملوت حريم، فلو ابيع هني اسكر عليهم. ترى زين عندنا وشين حوالينا. تعالوا خلينا نشوف سوق المباركيه شنو في اسواق داخله. طبعا حاليا انا بشارع غرابلي. شارع غرابلي في العطور، في الحذيه تكرمون، في وايد اشياء ومنها مسابيح. طبعا سوق المسابيح كان بروحه، بس لو تشوف الحين سوق مسابيح او محل مسابيح ويمه شيء ثاني. ففي محلات لليوم وفي محلات ما زالت موجوده خلاص. فتعالوا معاي خلينا نشوف شنو موجود بشارع غرابلي. طبعا مثل ما قلت لكم شارع الغرابلي في كذا شيء، في محلات عطور، في احذيه، وفي مسابيح. مثل ما قلت لكم اشياء هني مخلوطه. طبعا قبل كان سوق حق شيء واحد، الحين صار كل شيء بشارع غرابلي. تعالوا. طبعا هنا راح تتفاجأ لان قريت فوق سوق الحلوى. لو تدش داخل راح تشوف محلين عطور وبعدهم محل مسابيح، وعلى اليسار محل حلوى واحد. تعالوا شوف. فمكتوب فوق سوق حلوى وهني محل حلوى واحد، صح؟ اي نعم. يضحك. فيا جماعه مكتوب برا سوق حلوى، هني تلقى سوق محل مسابيح، محل مسابيح، محل مسابيح، محل مسابيح. اقول له وين محلات المسابيح؟ يقول لي بسوق التراث. وين؟ طراد مجمع كامل. ما في سوق مسابيح. سوق مسابيح لا كذي. مثل ما قلت لكم في محلات لا زالت موجوده وفي محلات راحت. يعني تقرا برا حلوى وتدش داخل تشوف مسابيح. زين في كهرب ولا ما في كهرب؟ في كهرب. خلينا نشوف شنو الموجود من كهرب. فلو تشوفون دشينا سوق الحلوى ولقينا مسابيح، وهذه المسابيح اللي قدامكم في الكهرب، في المستكه. وشنو عندك؟ في مستقى، في زعفران، في عاج، في كوك، كل شيء موجود. دش سوق المباركيه ما تضيع، بس اللي بيضيعونك اللافتات ان سوق حلوى داخل مسابيح. شكرا حبيبي. سوق حلوى وين؟ سوق حلوى. سوق حلوى. تقرا سوق حلويات دش داخل كله مسابيح. فانت تقول لو نسميه سوق مسابيح احسن. يعني دش المباركيه حبيبي ما تضيع، كل شيء تلقى حلوى تلقى مصباح، تبي مصباح تلقى حلوى، ولا شو تقول؟ يلا تعال. طبعا هذا سوق الفرضه اللي هو سوق الخضار. فهذا للحين نفس مكانه ما تغير. عبالي سبني. المهم ان هذا هو سوق الخضار. تعالوا وياي خلينا نشوف سوق السمك ما تغير مكانه، ولا سوق اللحم. يعني ما راح تدش سوق لحم تلقى مسابيح، لا راح تلقى لحم. سوق الخضار هم راح تلقى خضار. تعال تعال. تبي بسطرمه، تبي نقانق، تبي همبرجر، تبي لحم، كل شيء يسوي لك هني. بس ترى كذبت بالهمبرجر، ما همبرجر هني دقش بول. همبرجر ما همبرجر، خلى حقك. قاعد تشوف الشحيمات اللي هناك، تشم الريحه، ريحه حلوه. بس يبي له باكا وكراعين على الريول هذه اللي هني، باكا وكراعين مضبوط. حلو حلو عمي. سحب علي. المهم فباكا وكراعين كله هني موجود. طبعا هذا اللي شفتوه كيف بغيت ارجف، هذا اللي وراي كله اللي وراي كله، هذا الشارع الممر هذا كله سوق اللحم. عمي شنو السمك اللي موجود هنا؟ اللي عندي انا والموجود بالسوق زبيدي، سبيطي، شعم، هامور، بالون. صيد اليوم؟ لا الصيد ما ندري عنه بس. يعني فاهم انا. ايش رايك تكفى؟ والله صيد الله اعلم ما ادري، بس ايش رايك اليوم؟ فهني تنقي السمك اللي تبيه، تحطه بالكيس وتمشي. فسوق المباركيه كل شيء فيه. فانا اشتهيت سمك الحين. المهم بس لما تدش لازم تسوي شي لانه طفحه الماي لهني. طبعا هني سوق التمور، تمور وتمور وتمور. مكتوب فوق سوق الدهن. هذا اللي بقى من التراث. لا عادي يطوف عادي مو مشكله حبيبي تفضل. فاللي بقى من التراث هو اللافته. بس لو تشوف هني سوق تمور، هني سوق تمور، وهني سوق تمور، وهناك مكتوب سوق تمور. فما علينا من الطواله. تعالوا معي.
قصدي بالاشياء اللي صارت عكس، ان هني مكتوب سوق الدهن وهني تشوف 3 محلات تمور، فمحلات تمور كانوا هناك وسوق الدهن كان هني فصاروا العكس. اوكي بس ترى هم هناك هم في محلين ثلاث، بس انه اللي بقى من تراث لافتات. اي طبعا هالسوق او هالممر كامل يسمونه بسوق الصراريف. ليش؟ لان غالبا الموجودين هني كلهم صراريف. اللاين كله مو بس المحل، اللاين كله صراريف اغلبه يعني. فيهم اللي للحين وفيهم اللي مشى، صح ولا؟ اغلبهم مشى صح؟ بالصفافير القديم. هذا الصفافير القديم. اي كانوا يصنعون فيه ويقدمون فيه، وهذا كان القديم النوع الاول. بعدين انتقل الصفافير، انتقل الصناعيه. فهالمنطقه يسمونها كلها سوق السلاح. هذه اللي بقت من سوق الصفافير يعني؟ هذا الشارع الثاني، هذا سوق الصفافير القديم. سوق السلاح. سوق السلاح هو ينحسب هذا الشارع، بس المنطقه هذه كلها يسمونها سوق السلاح. عن هذه الجهه الثانيه المباركيه. هذا الجزء اللي بقى من سوق الصفافير. اي هذا سوق الصفافير، هو بالاساس هذا سوق الصفافير، بس سوق الصفافير اليوم الصناعيه موجود بالشرق. سوق السلاح انقسم اكثر من قسم، ومنهم سوق الصفافير ظل نفس مكانه، سوق الصفافير القديم. اما باقي الاشياء تشوفها مشكله، سوق السلاح ما في الا محل واحد. فمثل ما تشوفون سوق السلاح تسرج، تشوف انه في اسلحه وايد، بس هو سوق واحد سلاح. والباقي شنو؟ الباقي محلات شنو فيه؟ كله سباسات، وفي عطورات، محل عطورات مال سباسات بس. طبعا هذا الممر كله سوق السلاح، بس محل سلاح واحد اللي موجود، الباقي محلات عطور وشباصات مثل ما قال واشياء ثانيه. فسوق السلاح محل سلاح واحد. طبعا بظهر سوق السلاح هناك، احنا هني. الممر اللي ورا سوق السلاح اغلبه صناعه جناط وجلود والى اخره، كل شيء موجود هني، صناعه وخياطه. وين؟ بظهر سوق السلاح. اي شيء منوط الخيل تختص بالخيل احنا عندنا. هم عندكم؟ اي منوط الخيل، منوط الخيل، السرج وغيره، السرج والركابات كل شيء، وحتى منوط القنص. حتى منوط القنص هني. اي كثر صار لكم هني؟ من زمان اي. دشداشه، ملابس، غتره، عقال، غواري، قحافي، كل شيء تلقاه، حتى البهارات تلقاهم هني. كمون، فلفل، مسمار، هيل شوي لا تغشمر شوي. المكان اللي احنا فيه حاليا هو كله سوق البشوت، من اوله لاخره بشوت، نص معرس. المهم فالبشوت، لو بنسولف عن البشوت بس يبي لنا حلقه كامله عن البشوت. فاللي كنت بوريكم اياه ان سوق المباركيه مو بس سوق وخلاص، سوق وداخله اسواق وايد. طبعا هذا كله سوق الذهب، هالبلوك كامل سوق الذهب، المعروف لا يعرف، مبين انه سوق ذهب يعني. فهذا كله سوق الذهب. تعالوا خلينا نشوف شنو فيه من ذهب، ولا ما تبون تشوفون؟ لا لازم تشوفون، ورهم. طبعا وين تحصلون اول مكتبه واقدم مكتبه؟ بشارع الامير، مكتبه الرويح، هي اول واقدم مكتبه بالكويت. طبعا ما كان مكان هني، كان مكانها بالزاويه. الحين وين تحصلها؟ بشارع الامير، فهذه اقدم مكاتبنا. عبد الرحمن جليل الاولى 24. كل هذا واكثر راح تشوفونه معنا بحفيز لهجتنا، معي انا وسليمان واشرف، والسلام عليكم. ولا تبون بس انا؟ بس انا.